السلام عليكم دفعة تانية ثانوي 2026. منهجكم خلاص نزل الحمد لله، فنقدر النهارده ندي حصة تأسيسية كده وناخد شوية من lesson 1 اللي عندنا في شابتر 1. تمام؟ فتعالوا نشوف الدنيا فيها ايه. على فكرة منهج لطيف جدا وسهل، واي حد بيحب الكيمستري هيبقى مبسوط قوي طول الترم ده على الاقل. اوكي؟ طول السنة على فكرة بجد منهجكم كان لطيف جدا. فخلينا نشوف المنهج بيتكلم على ايه ونشوف اول حصة معانا هنقول فيها ايه. طيب اول حاجة نبدأ نتكلم عليها الكلاسيفيكيشن بتاعت الاليمنتس عندنا. فاحنا عندنا كان في حاجه اسمها ميتالز، حاجه اسمها نون ميتالز، حاجه اسمها ميتالويدز. تمام؟ اللي هي فلزات والافلزات واشبه فلزات. طيب خلينا نفتكر بس الميتالز مثلا. فالميتالز دي كانت كلها عندك ايه؟ سوليد ستيت، ما عدا مين؟ ما عدا عندك الميركوري، ده الوحيد اللي بيكون ايه؟ بيكون عندك موجود ليكويد ستيت. يبقى كل الميتالز موجوده في السوليد ستيت ما عدا الميركوري موجود في ايه؟ في الليكويد ستيت. طيب ده بالنسبه للميتالز. طيب نيجي بعد كده على النون ميتال. هتلاقي النون ميتال فيها ايه؟ فيها شويه سوليد، فيها شويه ليكويد، فيها شويه جازيوس. تمام؟ طيب زي ايه؟ عندك اليوداين مثلا موجود عندك سوليد، ماشي؟ عندك الليكويد في عندك البرومين. طيب اما في الجازيوس عندك النيتروجين وعندك الهيدروجين وعندك الاكسجين وعندك كمان الفلوراين والكلوراين. اوكي؟ طيب يبقى زي ما انت شفت كده في شويه عندك سوليد، في شويه ليكويد، في شويه جازيوس. تمام؟ طيب نيجي للميتالويدز. هتلاقي عندك ايه؟ عندك السيليكون والجرمانيوم والارزينيك، وعندك كمان الانتيموني وعندك البورون. تمام؟ طيب في حاجه كمان عندك، في حاجه اسمها عندك الانرت جازيس او النوبل جازيس. تمام؟ طيب زي مين؟ ده عندك مهمين. عندك مثلا الهيليوم، عندك نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. اوكي؟ كل دي بالنسبه لك الانرت جازيس. تمام كده؟ طيب خلاص عرفنا الكلاسيفيكيشن بتاعت الاليمنتس. خلينا نكمل ونشوف هنقول ايه تاني. طيب عندك الكومبوننتس اوف ان اتوم. تمام؟ عايزين نعرف الاتوم دي كانت بتتكون من ايه كده؟ من ايه الحاجات اللي فيها؟ تمام؟ فكان عندك مثلا هقول لك ايه؟ هقول لك ان مثلا عندك اللي في النص دي، اللي موجوده في النص دي اسمها ايه؟ اسمها نيوكليس. ماشي؟ اللي هي نواه. طب النيوكليس دي فيها ايه؟ قال لك النيوكليس دي فيها حاجتين. فيها بروتونز اللي هي بتكون بوزيتيف، وفيها حاجه اسمها نيوترونز بتكون نيوترال. تمام؟ فانت عندك كده بيكون في حاجه فيها نيوترال وحاجه فيها ايه؟ بوزيتيف. اوكي؟ طيب تعالى بقى نبص على ايه؟ على الانرجي ليفلز اللي بره دي، اللي عماله تجري بره دي. طيب ايه اللي فيها؟ الانرجي ليفلز دي فيها حاجه اسمها الكترونز. تمام؟ والالكترونز دي بتبقى نيجاتيف تشارج، وعشان كده كنا بنقول لك ان الذره بالنسبه لك هي نيوترال. طب ليه نيوترال؟ ما دلوقتي ايه اللي بيحصل فيها؟ ما انت عندك البروتونز دي اللي هي البوزيتيف بتساوي عدد الالكترونز اللي هي النيجاتيف. تمام؟ والنيوترونز دي كده كده اصلا نيوترال، مالهاش علاقه بالليله دي كلها. تمام؟ طيب يبقى ناخد بالنا من الموضوع ده. يبقى بالنسبه لنا الاتوم كان بنقول عليها ان هي نيوترال. ليه؟ عشان عندك العدد بتاع البروتونز اللي هي البوزيتيف بتساوي عدد الالكترونز اللي هي ايه؟ النيجاتيف. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش مشكله في الكلام ده. طيب خلينا نشوف هنتكلم في ايه تاني. فهاجي اكلمك على ايه؟ على مثلا عندك سيمبل للعنصر اللي هو ايه؟ الصوديوم ده. تمام؟ طيب خلينا نشوف هنتكلم ايه فيه. والله كان عندك في حاجه اسمها اتوميك نمبر وفي حاجه اسمها ماس نمبر. تمام؟ طيب ايه الاتوميك نمبر وايه الماس نمبر وايه الكلام الجميل ده بقى؟ خلينا نبدا مثلا ايه؟ بالاتوميك نمبر ده. قال لك الاتوميك نمبر ده لو انت هتتكلم في حاله اتوم عاديه مش ايون، يعني كان في حاله اتوم عاديه، يبقى هي اصلا ايه؟ ده عدد البروتونز اللي موجوده في الاتوم دي. تمام؟ وبما ان انت بتتكلم على اتوم عاديه يبقى ممكن اقول لك كمان ان هو عدد الالكترونز اللي موجوده في الاتوم دي. مش انا لسه كنت بقول لك ان البروتونز والالكترونز بيبقوا قد بعض اصلا؟ خلاص اوكي، يبقى انا اقدر اقول لك كده ان الاتوميك نمبر ده هو ايه؟ هو عدد بتاع البروتونز او هو العدد بتاع الالكترونز. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله لا. طيب ايه بقى ال 23 دي او ايه هو الماس نمبر بقى ده؟ قال لك بص، الماس نمبر ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن عدد البروتونز ومعاها عدد النيوترونز اللي موجوده في النيوكليس. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ يبقى انت بالنسبه لك الماس نمبر هو عدد البروتونز والايه؟ والنيوترونز. اما لو انت هتتكلم على الاتوميك نمبر فهو عدد البروتونز او عدد الالكترونز. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ طب تعالى كده ايه؟ نجيب احنا سيمبل من عندنا كده ونجرب فيه. فمثلا ممكن اقول لك ايه؟ ممكن اقول لك مثلا ام جي، وهنا 24، وهنا كان عندك ايه؟ 12. تمام؟ وقلت لك طلع لي الاتوميك ماس او طلع لي الاتوميك نمبر وقول لي ايه هو الاتوميك نمبر اصلا، وطلع لي كمان الماس نمبر وقول لي هو الماس نمبر ده. تمام؟ طيب
اول حاجه هتعمل ايه؟ امسك ال 12 دي، لقيتها تحت على الشمال صح؟ اللي تحت على الشمال ده دايما بيبقى اتوميك نمبر. تمام؟ طيب الاتوميك نمبر ده اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره يا اما عن عدد البروتونز يا اما عدد الالكترونز. تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للاتوميك نمبر. طيب لقيت كده عندك حاجه فوق على الشمال، تمام؟ اللي تلاقيه دايما فوق اعرف ان ده الماس نمبر، سواء كان على الشمال او على اليمين، عادي ساعات بيكتب كده ساعات بيكتب كده. طيب ايه بقى الماس نمبر ده؟ احنا اتفقنا الماس نمبر ده هو عدد البروتونز زائد النيوترونز. تمام؟ طيب يعني معنى كده ان انا عايز اقول لك ايه؟ ان في 12 بروتون ماشي في الاتوم ده، او ان في 12 الكترون في الاتوم ده. تمام؟ طيب ومعنى كده برضه انا عايز اقول لك ايه بالنسبه لل 24؟ عايز اقول لك ان عدد البروتونز زائد عدد النيوترونز بتساوي ايه؟ 24. فخد بالك من الموضوع ده. اوكي؟ واضحه كده؟ طيب خلينا نشوف هنتكلم في ايه تاني. محتاجين نتكلم على الفالنسز. تمام؟ محتاج تفتكر تكافؤات العناصر دي كانت عامله ازاي. ليه؟ لان انت هتحتاج تعمل ايكويشن وتكون ايه؟ توزنها. فانت هتعمل ايكويشن وتوزنها يبقى لازم تكون اصلا عارف ايه التكافؤات بتاعتهم. طيب فتعال نفتكر كده الكلام ده مع بعض. كان عندك في حاجات مونوفيلنت اليمنتس اللي هي احاديه التكافؤ، زي ايه؟ زي الليثيوم والصوديوم والسلفر كلوراين برومين، وعندك الهيدروجين وفلوراين ويودين وبوتاسيوم. تمام؟ لازم تكون حافظ الفالنسز بتاعتك كلهم، لازم. تمام؟ طيب فادي عندك ايه؟ شويه فالنس اهو، دول كلهم مونوفيلنت، مش هم بس، في حاجات تانية برضو بس دي الاشهر. تمام؟ فعندك مثلا في كبر، ماشي؟ الكبر في منه ايه؟ في منه مونوفيلنت، فاهو ادي الكبر، وراح قايل لك هنا سي يو بلس بما انهم مونوفيلنت يعني. ماشي؟ فالكبر برضو معاك هنا في كذا حاجه برضو. اوكي؟ بس ده الاشهر يعني. ماشي؟ طيب ده بالنسبه للمونوفيلنت. طيب تعالى لايه؟ ليه عندك الدايفيلنت اللي هو الثنائي. طيب عندك مين؟ عندك الميركوري، ماشي؟ عندك الاكسجين، عندك الكالسيوم، عندك الليد. وخد بالك من حاجه، الليد ده ليه حاله كمان، يعني مش دايما داي، ممكن يبقى تتر. تمام؟ طيب وعندك المنجنيز برضو مش دايما داي، بس ده هتتعرض له اكتر في ثالثه ثانوي يعني، بس هو مش دايما داي. تمام؟ طيب ادي قلت لك ايه؟ كبر، اللي جنبها الاي دي معناها هي 2. ماشي؟ يعني انا هنا عايز اقول لك كبر بلس 2. ماشي؟ يبقى انت عندك في كبر عادي، في كبر 1 او كبر بلس 1. انت عندك كبر بلس 1 اللي احنا لسه كاتبينه ورا، ماشي؟ وفي كبر بلس 2. ماشي؟ خد بالك من الموضوع ده، في كبر بلس 1 في كبر بلس 2، ليه الحالتين عادي. تمام؟ طيب عندك الايرن، في برضه هنا قال لك ايه؟ ايرن 2. ماشي؟ والاسم بتاعه يقول لك ايه؟ فيرست. تمام؟ فقال لك فيرست او قال لك ايرن 2، يعرف الاثنين بيتكلم عن ايه؟ ان هو الحديد ده ثنائي في الاخر. اوكي؟ يبقى بيتكلم هنا ايه؟ اف اي بلس 2. تمام؟ عندك كمان الباريوم، وعندك كمان المغنيسيوم، ماشي؟ وعندك الزنك وعندك السلفر. خد بالك من حاجه، السلفر برضو مش داي بس، هتقابلنا تاني. ماشي؟ يبقى خد بالك كده من كذا حاجه، الليد مش داي بس، المنجنيز مش داي بس، الكبر قلنا مش داي، والايرن برضو نفس الكلام بالنسبه للسلفر. كل دول مش داي بس، ليهم اكتر من حاله. تمام؟ طيب تعال نبص على ايه؟ على التراي. التراي فالنت عندك الومنيوم وعندك انتوني وعندك ايرن 3 او اسمه فيريك. تمام؟ يبقى انت عندك فيرس ده اللي هو ايرن 2 اللي هو بلس 2، وعندك الفيريك اللي هو ايرن بلس 3. تمام؟ خد بالك من الموضوع ده. تمام؟ وعندك فوسفورس وعندك نيتروجين. تمام؟ مفيش اي مشكله في الكلام ده، كل دول تراي فالنت. ماشي؟ طيب في عندك بقى التترافيلنت. مين التترافيلنت؟ هتلاقي اول واحد مقابلك السلفر، اللي انا لسه قايل لك ان هو ملوش حاله واحده، ادي اهو هنا في التتر، واحنا لسه قايلين من شويه في الداي. ماشي؟ يبقى ممكن يكون بلس 2 او مش بلس، ممكن يكون 2، ممكن يكون ايه 4. ماشي؟ سيبك من بلس ونيجاتيف دي دلوقتي. ماشي؟ يبقى ده ممكن يكون دايفيلنت وممكن يكون تترافيلنت. ماشي؟ طيب السيليكون اوكي، الكربون مهم. ماشي؟ خد بالك الكربون ايه؟ دايما بيكون تتر. ماشي؟ طب عندك التن وعندك المنجنيز اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه برضو، وكنا جايبين سيرته في الداي، فمعنى كده بالنسبه لك ان ده برضو هيبقى داي وتتر. ماشي؟ والليد زيهم برضو، لسه جايبين سيرته من شويه، قلنا ان هو داي
وادي هنا كمان ايه تتر. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى احنا عندنا اكتر من حاجه ليها اكتر من فالنس، مش فالنس واحد بس. ماشي؟ طيب نيجي بقى للبولي اتوميك. ماشي، احنا خلصنا الاليمنتس، في عندنا بقى البولي اتوميك. ماشي، فانت عندك هنا في مونوفالنت البولي اتوميك ايونز. ماشي، اللي هي المجموعات الذريه. فعندك مثلا ايه؟ في عندك برمنجانيت، عندك نيتريت، وعندك اسيتيت. اسيتيت دي تبع الاورجانيك. ماشي، وعندك نيتريت اللي هو الصغير، عندك نيتريت ده الكبير والنيتريت ده الصغير. ده NO3 ده NO2، بس الاثنين مونوفالنت. تمام؟ عندك هيدروكسيد، عندك بيكربونات، وعندك امونيوم وبي سلفيت. ماشي؟ في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش مشكله في الكلام ده. طيب نيجي بعد كده للداي فالنت بتاعت البولي اتوميك ايونز. عندك كربونات، عندك سلفيت، وعندك سلفيت. ماشي، وعندك ساي سلفيت، وعندك كروميت وباي كروميت. ماشي، او بيكروميت. ماشي، خد بالك من الكلام ده. كل دول بالنسبه لك داي فالنت، سواء كربونيت سلفايت سلفيت. ماشي، عندك ساي سلفيت الكروميت والبيكروميت، كل ده بالنسبه لك ايه؟ داي فالنت. ماشي. طيب في ايه كمان عندك؟ في واحد لوحده بس اللي تراي فالنت بالنسبه للبول اتوميك، هو الفوسفيت، مفيش غيره. ماشي، الفوسفيت هو الوحيد اللي ايه؟ اللي تراي فالنت بالنسبه للبولي اتوميك ايونز. طيب خلاص خلصنا الفالنس وافتكرناه ومش عارف ايه. ولو مش فاكره وقف عند كل اليمنتس. ماشي، واحفظ الفالنس بتاعه لازم، لان احنا هنبدا نعمل دلوقتي فورمولا للكومباوندز، فلازم تبقى انت مجمع بعمل ايه. ماشي، فمش هينفع غير وانت عارف الفالنس بتاعه. طيب خلينا نجرب. قال لك اول حاجه ايه؟ عايز اعمل الصوديوم كربونات. طيب محتاجين نعرف كل واحد فيهم الفالنس بتاعه بايه، وشكل اصلا السيمبل بتاعه ايه. ماشي، مثلا قلنا صوديوم، ادي الصوديوم اهو، ان ايه. حاول تفتكر كده كان الفالنس بتاعه ايه. فده كان مونوفالنت. ماشي، يبقى نحط له بلس كده. تمام. طيب الكربونات، الكربونات دي بالنسبه لك كانت بولي اتوميك وكانت داي. ماشي، يبقى نقول CO3 نيجاتيف 2. ماشي، وبعدين نقول ايه بقى؟ قال لك بقى اول حاجه بدل الفالنس بتاعهم مع بعض. ماشي، بدل الفالنس بتاعهم مع بعض. يعني هتكتب ايه دلوقتي؟ يعني هكتب الكومباوند بالشكل ده، اروح كاتب Na2CO3 وكده انا خلصت ايه؟ الكومباوند عرفت اكتبه. طب ليه ما كتبتش CO3 1؟ مش ال Na ده ب 1؟ قلت لك لا، ال1 ده ما بيكتبش. تمام، انا اكتب اي حاجه ما عدا ال1. تمام، فيبقى انا كده قلت ايه؟ Na2CO3. واضحه كده؟ تمام. طب مش واضحه وفيها ايرور، خد المثال اللي بعده. قال لك ايه؟ قال لك مغنيسيوم هيدروكسيد. خلاص تعال نكتبه. اول حاجه المغنيسيوم، ادي المغنيسيوم اهو Mg، وده كان داي يبقى بلس 2. هيدروكسيد دي كانت بالنسبه لنا مونو OH نيجاتيف. اوكي. طيب نعمل ايه؟ بدل الفالنس مع بعضهم. ماشي، لما تيجي تكتبه تروح كاتب ايه؟ MgOH باي 2. خد بالك، طالما انت هتحط البولي اتوميك هتحط له فالنس تحته، لازم تحطه ايه؟ بين قوسين كده. ماشي، فعشان كده قلنا MgOH باي 2، وزي ما اتفقنا الواحد ما بيكتبش، عشان كده كتبنا ايه؟ MgOH باي 2 على طول. تمام؟ طيب في مشكله؟ شوف اللي بعدها. كالسيوم سلفيت، تعالى نكتبه. كالسيوم كان Ca وكان داي. سلفيت دي كانت بولي اتوميك وكانت داي برضو، فنكتب كده اس SO4 نيجاتيف 2. ممكن تبدل الفالنس؟ حاضر، بدل الفالنس مع بعضهم. تمام. طيب هنكتب ايه؟ نروح كاتبين CaSO4. ايه يا مستر ما كتبناش Ca2SO4 باي 2 ليه؟ مش هما الاتنين نفس الفالنس؟ اه نفس الفالنس، شيلهم مع بعض. تمام، طالما نفس الفالنس ما بنحطهمش، بنشيل الاتنين مع بعض. ماشي، واخد بالك من النقطه دي؟ يبقى هنا كان هنا بوزيتيف 2 وهنا نيجاتيف 2، شيلناهم مع بعض لان الاثنين ايه؟ الاثنين هيبقوا نفس الكلام، فراح اشيلهم مع بعض. ماشي، واضحه الحته دي؟ طيب في مشكله لسه؟ خد مثال كمان. قال لك ايه؟ سلفر فوسفيت. ماشي، خلينا نكتبه. سلفر كان Ag وكان مونو. فوسفيت ده الوحيد اللي كان ايه؟ كان تراي، ده الوحيد اللي كان تراي في البولي اتوميك. يبقى نقول
BO4 نيجاتيف 3. تمام. طيب خد البوزيتيف ده والنيجاتيف ده الفالنس دول بدلهم مع بعض واكتب، فنكتب ايه؟ AG3BO4. تمام. في مشكلة في الكلام ده؟ إن شاء الله مفيش مشكلة. طب لو في لسه حاجة خد مثال كمان. قال لك إيه؟ مغنيسيوم نيتريت. ماشي، تعالى نكتب مغنيسيوم نيتريت. أي المغنيسيوم والكنداي ونيتريت ده اللي هو نيتروجين يعني. ماشي، وكان تراي. ماشي، بدل تكافؤات. ادي عندك هنا بوزيتيف 2 وهنا نيجاتيف 3، بدلهم مع بعض. يلا تطلع معاك ايه؟ Mg3N2. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش مشكله. خد مثال كمان اكد يا عم. صوديوم كلورايد، اعتقد دي سهله. اعملها انت حتى كده، وقف واعملها انت كده. ماشي، هتلاقي ايه عندك؟ Na وده كان مونو، وعندك Cl برضو كان مونو. ماشي، بدل الفالنس بتاعته اهو، بدل ده مع ده كده واكتب. هتلاقي بتكتب ايه؟ NaCl. تمام كده؟ تمام كده. طيب خد مثال كمان. ايرن دايسلفيت. ماشي، ايرن دايسلفيت يعني انت عايز تقول لي ان هنا الاف اي كان بلس 2. ماشي اوكي، والسلفيت كان SO4 وبرده كانت نيجاتيف 2. ماشي، اعتقد زمانها وضحت. بدل طبعا زي بعض مش هتفرق. تمام، تروح كاتب ايه؟ FeSO4. تمام. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله لا. خد مثال كمان. ايرن تراي سلفيت. هي بس هنا قال لك ايه؟ ايرن تراي سلفيت، ما قالكش داي. تمام، وكان ممكن يقول لك فيريك سلفيت عادي. ماشي، يبقى نكتب ايه؟ Fe بلس 3 وهنا نروح كاتبين ايه؟ SO4 نيجاتيف 2. ماشي، بدل الفالنس ده مع الفالنس ده يطلع معاك الشكل ده Fe2SO4 باي 3. تمام. في مشكلة في الكلام ده؟ إن شاء الله لأ. طيب خد واحدة كمان. بوتاسيوم دايكروميت، تعال نكتبها. ادي البوتاسيوم وادي الدايكروميت. ماشي، ممكن نكتبهم. تعال، اول حاجة هنبدل ده مع ده واكتب كمان الكومباوند معاك. هتكتب كده K2Cr2O7. تمام كده. طيب خد مثال كمان. بوتاسيوم بالمنجنيت، تعال نكتبها. ادي البوتاسيوم. حاول توقف قبل ما نكتب اي كومباوند وتحاول تكتبه انت. تمام. طيب ادي البوتاسيوم كان مونو، وعندك البرمنجانيت كانت مونو برضو. بدلهم مع بعض يطلع معاك ايه؟ KMnO4. تمام. طيب خد مثال كمان. كبر دايسلفيت. ماشي، يبقى احنا عندنا كده الكبر بلس 2 والسلفيت احنا عارفين ان هي اصلا ايه؟ نيجاتيف 2. ماشي، وبدل لي ده مع ده. تمام، بدل لي ده مع ده يطلع معانا ايه؟ CuSO4. في مشكلة في الكلام ده؟ ان شاء الله لا. خد واحدة كمان. ألمنيوم أوكسايد. طيب خلينا نكتب. الألمنيوم كان تراي والأوكسايد كان داي. بدلهم مع بعض يطلع معاك الكومباوند شكله كده Al2O3. في مشكله في الكلام ده؟ اعتقد الفورمولا بتاعت اي كومباوند دلوقتي نعرف نكتبها. الموضوع بقى بسيط يعني. احنا جبنا 12 مثال اهو. اوكي، فيعني ان شاء الله يكون الموضوع معاك بقى بسيط. طيب
تعال نشوف هنتكلم في ايه كمان. تعال نتكلم على البالانسنج كيميكال ايكويشن. تمام. طيب تعال نوزن. فاحنا عندنا ايه؟ قال لك مثلا انت عندك كده عايز رياكشن اوف هيدروكلوريك اسيد ويز كالسيوم هيدروكسيد. طب تعال نكتب. اول حاجه نكتب ايه؟ خلينا نكتب مثلا هيدروكلوريك اسيد اللي هو HCl. ماشي. وقال لك عايز ايه كمان؟ كالسيوم هيدروكسيد. ماشي. ادي CaOH باي 2. ماشي. طيب وخد بالك من حاجه بقى. كده احنا بنعمل ايه؟ احنا كده هنبدا نعمل ايكويشن كامله. ماشي. ودي نيوتراليزيشن على فكره. ماشي. اللي هو كان في الاخر يطلع معانا سولت ويطلع معانا ووتر. طيب بص كده يبقى ايه؟ هتلاقي ايه؟ الاتش ده راح للاو اتش دي والسي اي دي راحت للسي ال دي. تمام. طيب خلينا نكمل. فنقول ايه اللي طلع معانا؟ هتلاقي طلع معاك CA CL2. اوكي. وايه كمان؟ وطلع معاك ووتر H2O. ماشي. يلا بينا نوزن. ازاي نعمل بالانسنج بقى؟ بص يا سيدي، الموضوع كله ازاي؟ شوف اللي داخل من كل اليمنت، لازم اللي داخل يكون قد اللي خارج. بمعنى امسك مثلا الهيدروجين هنا، هتلاقي فيه هيدروجين هنا وفي 2 هيدروجين هنا، يعني كله 3. ماشي. وهناك هتلاقي فيه 2 هيدروجين. سيب دي شويه على جنب. تمام. طيب السي ال كام واحده داخله؟ اتوم واحده بس داخله. طب خارجه كام سي ال؟ خارجه 2. داخله واحده خارجه 2. نعمل ايه؟ خلاص يبقى اضرب هنا كمان في 2. ماشي. لما تضيف 2 يبقى انت عندك كده في 2 اتومز داخلين من الكلوراين وزيهم ايه؟ خارجين. في مشكله في الكلام ده؟ تمام. طب خش على الكالسيوم. كالسيوم داخله واحده خارجه واحده. شكرا. طب الاكسجين داخله 2، عشان طبعا بضرب ده في ده يبقى داخله 2 خارجه واحده. داخله 2 خارجه واحده. نعمل ايه؟ يبقى هنروح هناك كده نروح ضاربين دي في 2 هي كمان. اوكي. طيب كده بقى يبقى معانا الهيدروجين ده اللي احنا كنا سيبناه شويه. بص يا سيدي، كده بقى عندك ايه؟ في 2 اتومز في الهيدروجين هنا وفي 2 اتومز كمان هنا. تمام. معنى كده ان داخل كام؟ داخل 4 اتومز من الهيدروجين. تمام. طيب تعال نشوف خارج كام بقى. خد بالك ان ده مضروب في 2، يعني 2 تايمز 2، يعني 2 تايمز 2 يبقى ايه؟ 4 برضه. فبما ان داخل 4 خارج 4، انت شكرا انت كده وزنت المعادله وزي الفل. تمام. في مشكله في الكلام ده؟ كده احنا خلاص خلصنا ايه؟ الايكويشن دي. طب تعال نشوف ايكويشن كمان. قال لك ايه؟ فوسفوريك اسيد مع ايرون تراي هيدروكسيد. تعال نكتب. طيب اول حاجه قال لك ايه؟ فوسفوريك اسيد نكتب H3BO4. وقف الفيديو وحاول تكتبها انت، حاول انت كده معاك تجمعها وبعد كده تشوف انا هحلها ازاي. تمام. طيب H3BO4 ومعاك كمان ايه؟ ايرون تراي هيدروكسيد. اوكي. يبقى نقول كده FeOH باي 3. هتلاقيها برضو ايه؟ نيوتراليزيشن برضو. تمام. طيب يعني ايه اللي يحصل؟ يعني هقول لك ايه؟ الاف اي ده تاخد البي او 4 دي والاتش دي تروح للاو اتش دي. تمام. طيب يلا نكمل. فهقول لك اف اي بي او 4 بلس ووتر يبقى بلس اتش 2 او. ماشي. يلا بينا ايه؟ نشوف البالانس ايه دنيته. ماشي. طيب بص يا سيدي، عندك هنا ايه؟ في 3 اتشات هنا وفي 3 اتشات هنا، يعني عندك 6 اتومز من الهيدروجين، صح كده؟ طيب خارجه الناحيه الثانيه كام؟ خارجه 2. طب انت عندك هنا 6 اتومز وهنا 2 اتومز. 2 تايمز كام؟ يدينا 6. اكيد ايه؟ 3. نروح حاطين هنا كده 3. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب خلاص خلصنا من الحته دي. تعالى نشوف البي او 4. البي او 4 داخله واحده خارجه واحده، سيبها زي ما هي. طب الايرن داخل واحد خارج واحد، سيبه زي ما هو. طب الاكسجين داخل 3 خارج 3. شكرا. المعادله خلصت. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ يبقى احنا الايكويشن دي خلصت والايكويشن دي خلصت. طيب في عندك مشكله؟ شوف يا عم المثال اللي جاي. قال لك ايه؟ رياكشن اوف هيدروكلوريك اسيد والصوديوم كربونات. تعال نكتبها. طيب قال لك اول حاجه هيدروكلوريك اسيد يعني HCl
وقال لك كمان معاها ايه؟ صوديوم كربونات. صوديوم كربونات يبقى Na2CO3. تمام؟ خد بالك من حاجه، لو انا جيت كلمتك هقول لك ال Na هتاخد ال Cl والH يروح لل CO3. جيت كده بص على المعادله كده هتلاقي بقول لك ايه؟ HCl و Na2CO3 صح كده؟ وزي ما اتفقنا ال Na هتاخد ال Cl وال H هتروح لل CO3. فانت المنطق بتاعك هتتوقع ايه؟ هتتوقع ان مكتوب لك H2CO3 اللي هو كربونيك اسيد. تمام؟ لا مش هتلاقي ده مكتوب. ما هتلاقي ايه المكتوب؟ السولت بتاعنا عادي وهتلاقي مكتوب معاه H2O و CO2. طب ليه؟ ليه مش H2CO3؟ قال لك بص اصل الكربونيك اسيد ده بيطير بسرعه جدا، تمام؟ ما بيثبتش. بما انه ما بيثبتش فعلى طول يروح مفكوك ل H2O و CO2. تمام؟ فتلاقي مكتوبه بالشكل ده كده. هتلاقي بقول لك ايه اول حاجه؟ NaCl زائد H2O زائد CO2. تمام؟ طيب تعالى كده نشوف بقى كل اتوم ايه دنيته. ال H داخل واحده خارجه 2. اوكي، فايه؟ نروح ضاربين في 2 على طول. طيب الكلوراين كده بقى 2 خارج 1، نروح ضاربين هنا كمان ايه؟ في 2. تمام؟ طيب عندك هنا الصوديوم داخل 2 خرج 2 زي الفل. السي بما ان هي اتفكت لسي او 3 اتفكت لحاجتين، خلي بقى كل اليمنت لوحده. فعندك هنا السي داخله واحده خارجه واحده. اوكي، الاو 3 داخله كده 3 خارجه ازاي؟ ادي اوهايه اهي وادي اوهتين اهم، كده 3 اوهات. ماشي، يبقى كده داخل 3 اوهات خارج 3 اوهات. خلاص شكرا كده زي الفل. كده بالنسبه لك الايكويشن زي الفل وزي الفل تمام قوي. تمام؟ طيب عندك مشكله؟ خد مثال كمان. اول حاجه اقول لك ايه؟ reaction of hydrofluoric acid with iron trioxide. ماشي، وهو حتى مديك الايكويشن على طول اهو. ماشي، يبقى Fe2O3 بلس HF. الناحيه الثانيه يطلع معاك FeF3 بلس H2. طيب محتاجين بقى نشوف احنا البالانس. ماشي، طيب اول حاجه عندك ال Fe داخل 2 خارج كام؟ خارج 1. خلاص اوكي، يبقى عاملين ايه؟ هنا 2. ماشي، طيب وبعدين الاو هنا كام؟ 3 و3. طب الناحيه الثانيه خارجه كام او؟ خارجه واحده بس. اعمل ايه؟ خلاص اضرب هنا كمان في 3. اوكي، طيب كده احنا خلاص ظبطنا الايرون وظبطنا الاكسجين. تعال نكمل الباقي. الهيدروجين داخل 1 خارج كام؟ 3 تايمز 2 6 صح كده؟ يبقى هو كان 1 وده وخرج 6. بنعمل ايه؟ خلاص اوكي، خلي ده كمان في 6. اوكي، طيب كده الفلوراين داخله 6 وخارجه كمان 6 لان 2 تايمز 3 ايكوال 6. في مشكله في الكلام ده؟ مفيش مشكله ان شاء الله. طيب خد مثال كمان. قال لك ايه؟ reaction of nitrogen gas with oxygen gas. وادي الايكويشن قدامك N2 بلس H2 طلعت معانا NH3. طيب خلاص اوكي، تعال نشوف كده الدنيا فيها ايه. هنا عندك ايه؟ 2 نيتروجين خرجت كام؟ خرجت واحده بس. خلاص اوكي، يبقى احنا محتاجين نضرب ده كله في 2. ماشي، الهيدروجين دخل هنا 2 خرج كام؟ خرج 6 لان زي ما اتفقنا 2 تايمز 3 ايكوال 6. طب هي خرجت، هي دخلت 2 خرجت 6، نعمل ايه؟ نروح ضاربين هنا كمان في 3. اوكي، في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش مشكله. خد مثال كمان. قال لك ايه؟ reaction of aluminum hydroxide with sulfuric acid. تمام؟ طيب تعال نشوف الدنيا فيها ايه. قال لك ايه؟ LOH باي 3 بلس H2SO4 طلع معانا ايه؟ L2SO4 باي 3 و H2O. تعال اول حاجه الالومنيوم داخله واحده خارجه 2. شكرا. تمام؟ الاكسجين داخله 6. خد بالك كده داخله 6. ماشي؟ 2 تايمز 3 ايكوال 6. يبقى هي داخله 6 خارجه كام؟ واحده. يبقى تعمل ايه؟ تروح ماسك دي كده في 6. في مشكله في الكلام ده؟ طيب سيب الهيدروجين شويه، سيب الهيدروجين كده شويه ونبص على الاس او 4. الاس او 4 طالما داخله وخارجه اس او 4 ما تفكهاش لاليمنتس، خليها زي ما هي جروب مع بعضها. ماشي؟ طب الاس او 4 مع بعضها اهي داخله واحده خارجه كام؟ خارجه 3. خلاص يبقى نضرب هنا في 3. ارجع بقى على الهيدروجين انت اللي سايبه ده. بص كده الهيدروجين هنا قال لك ايه؟ 2 تايمز 3 ايكوال 6 وهنا كمان 3 تايمز 2 ايكوال 6. يعني انا معايا ايه؟ 12 هيدروجين اتوم. طب داخله 12 لازم تبقى خارجه 12. هتلاقي هنا ايه؟
6 تايمز 2 ايكوال 12. خلاص قشطه، احنا زي الفل تمام. يبقى الايكويشن دي خلصت. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله لا. خد يا عم مثال كمان، قال لك ايه؟ رياكشن اوف صوديوم اوكسايد ويز نيتريك اسيد. ماشي؟ طيب شوف كده بقى النيتريك اسيد ايه ايه الفورمولا بتاعته شكلها عامل ازاي، والصوديوم اوكسايد، وحاول كده ايه تعمل انت البالانس ده. ماشي؟ طيب وقف كده ثواني وجرب فيه، وانا هعملها انا دلوقتي قدامك. طيب اول حاجه عندك ايه؟ نيتريك اسيد. النيتريك اسيد اهو HNO3 بلس صوديوم اوكسايد يبقى Na2O. ماشي؟ ال N هتاخد ال NO3، ال N تاخد ال NO3 وال H تروح لل O. تمام؟ ايه اللي يحصل؟ نلاقي عندنا Na NO3 بلس H2O. تمام؟ طيب يلا نعمل بالانس. ال H داخله واحده خارجه 2. ال NO3 مع بعضها طالما خارجه NO3 خدها جروب زي ما هي. طالما خدتها جروب زي ما هي، هنا كانت داخله 2 خارجه واحده. اوكي، وعاملين ايه؟ اضرب هنا في 2. تمام؟ طيب الصوديوم داخل هنا 2 خارج 2، شكرا. الاكسجين داخله واحده خارجه واحده، شكرا. البالانس خلص. الايكويشن زي الفل. تمام؟ طيب خد لك مثال كمان. قال لك ايه؟ مغنيسيوم اوكسايد ويز هيدروكلوريك اسيد. وقف، حاول تعملها انت وبعد كده شوف الحل. تمام؟ طيب اول حاجه مغنيسيوم اوكسايد يعني MgO بلس، قال لك ايه؟ هيدروكلوريك اسيد HCl. ال H تاخد ال O، ال Mg تروح لل Cl، فهنقول ايه؟ MgCl2 بلس H2O. تمام؟ طيب وبعد كده ال Mg داخله واحده خارجه واحده، اوكي. الاكسجين داخل واحد خارج واحد، اوكي. ال H داخل واحد خارج 2، يبقى هنا تايمز 2. تمام؟ طيب ال Cl داخل 2 خارج 2، شكرا. الايكويشن بقت زي الفل. تمام؟ طيب مثال اخير، بيركلوريك اسيد والصوديوم اوكسايد. البيركلوريك ده ايه رمزه او ايه الفورمولا بتاعته؟ هتلاقيها بالشكل ده كده HClO4. ده البيركلوريك اسيد. ماشي؟ مع الصوديوم اوكسايد يبقى مع Na2O. ماشي؟ يبقى ال Na ياخد ال ClO4 وال H يروح لل O، فهنلاقي معانا طالع ايه؟ NaClO4 بلس H2O. اوكي؟ طيب يلا نشوف كل اليمنت لوحده. ال H داخله واحده خارجه 2، اوكي، تايمز 2. ماشي؟ طيب ClO4 داخله واحده داخله 2 خارجه واحده، اوكي، يبقى هنا كمان ايه؟ في 2. طيب بعد كده عندك ال Na2 داخله 2 خارجه 2، شكرا. الاكسجين داخله واحده خارجه واحده، شكرا زي الفل. تمام؟ الايكويشن خلصت. اعتقد ما بقاش في حد عنده مشكله دلوقتي ان هو يعمل بالانس لاي ايكويشن ان شاء الله يعني. تمام؟ طيب خلينا نشوف بعد كده جزء جديد، واللي هو المولر ماس كالكوليشن. طيب ازاي بقى اعمل كالكوليشن للمولر ماس ده؟ واصلا ايه المولر ماس دي؟ المولر ماس دي عدل عليك في الانتجريتد ساينس في حته صغيره كده، هي وحاجه اسمها المول. عدوا في حته صغيره قوي كده في وسط الدروس. تمام؟ طيب محتاجين نفتكر اصلا ايه المولر ماس وايه المول وايه الكلام ده، عشان احنا اكيد عرفنا ان ده اول شابتر عندنا. تمام؟ طيب اول حاجه لو انا هتكلم عن المولر ماس، بص يا سيدي، هنا بيقول لك ايه؟ هو عايز يعمل كالكوليشن او كالكوليت ذا مولر ماس اوف هيدريتد كبر سلفيت، ومدينا الفورمولا بتاعتها. طيب هو ايه بقى المولر ماس دي؟ قال لك بص، المولر ماس دي بالنسبه لك انت بتجمع كل ايلمنت، هو بيكون بيديك اصلا ايه؟ بيكون بيديك الماس بتاعت كل اتوم لوحدها. ماشي؟ انت المولر ماس بالنسبه لك ان انت بتجمع الاتومز دي كلها مع بعض. تمام؟ يعني هو مديك فورمولا زي دي كده اهو، CuSO4.5H2O. تمام؟ فانت عشان تجيب المولر ماس بتاعتها يبقى لازم تجمع كل اتوم، تجيب الماس بتاعت دي والماس بتاعت دي وتروح مجمعهم كلهم مع بعض عشان تطلع ايه؟ الماس بتاعت المولر ماس بتاعت ايه؟ الكومباوند كله. بمعنى بص يا سيدي، هنا قال لك ايه؟
هنا قال لك مدينا ايه الايكويشن، مدينا قصدي الكومباوند كله اهو قدامنا، ماشي، CuSO4.5H2، ومدينا كمان حاجه على جنب كده. ايه الحاجه اللي على جنب دي؟ ده الماس بتاعت كل اتوم. مثلا السيو قال لك ب 63 ونص، الاس ب 32، الاو 16، اتش ب 1. ماشي؟ في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش مشكله. طيب بص بقى يا سيدي، عندك كام اتوم من السيو؟ هتلاقي واحده بس، صح كده؟ طيب وانت قلت لي ان الاتوم الواحده من السيو بكام؟ قلنا لك ان هي ب 63 and half. ماشي؟ طيب حلو قوي الكلام ده. وبعدين بلس، عندك كام اتوم من السلفر؟ عندك اتوميه واحده. ماشي؟ طب الاتوميه الواحده بكام؟ قلنا ايه؟ ب 32، يبقى بلس 32. ماشي؟ وبعدين عندك كام اتوم من الاكسجين؟ قال لك هنا عندي 4 اتومز، صح كده؟ طيب الاتوم الواحده بكام؟ قال لك الاتوم الواحده اصلا ب 16. ماشي؟ طب وانا عندي كام اتوم؟ عندي 4. خلاص اوكي، يبقى تقول 4 تايمز 16. تمام؟ هل الكومباوند خلص كده؟ لا. ليه؟ لان انت عندك ليست دوت 5H2O، يبقى هنقول هنا بلس وال 5H2O. خد بالك من حاجه، هنا لما اجي اتكلم عن اتش مثلا، ما تقوليش 5 تايمز 1، احنا عارفين الاتش ب 1. ما تقوليش 5 تايمز 1، ولا تقولي 2 تايمز 1. ليه بقى؟ خد بالك ان ده مضروب في ده، بمعنى يعني اصلا تقول لي 5 تايمز 2 تايمز 1. ماشي؟ لان انت عندك هنا 10 اتومز من الهيدروجين، مش 5 بس ولا 2 بس. تمام؟ فانت تروح ضارب ايه؟ ضربت الخمسه في الاثنين. ماشي؟ وبعد كده تشوف بقى الاتوم عندك بكام. بمعنى هتروح قايل لي هنا ايه؟ 5 تايمز 2 تايمز 1. ماشي؟ ان انت كان عندك 10 ذرات من الهيدروجين. طيب خد بالك من حاجه، ال5 دي مضروبه في الاتش 2 كلها، مش مضروبه في الاتش بس. بمعنى يعني دلوقتي هقول لك هنا بلس، عندك كام اتوم من الاكسجين؟ ما تقوليش واحده بس، عندك 5 اتومز. تمام؟ طيب فتروح قايل لي ايه؟ بلس 5 تايمز 16. تمام؟ كل الكلام ده يطلع معاك 249 ونص. طب ايه جرام بير مول دي بقى؟ بص يا سيدي، دلوقتي انت عندك المولر ماس دي ليها يونت، واليونت بتاعتك هي جرام بير مول، وكمان شويه هتعرف هي ليه اسمها جرام بير مول. تمام؟ هتعرف احنا ليه جبناها كده بالظبط. طيب عايزين ناخد كمان ايه اكزامبل تاني. خد اكزامبل تاني، قال لك عايز المولر ماس للووتر. هي الووتر دي ايه الكومباوند شكله عامل ازاي؟ ايه اسمه شكله ايه؟ فهيبقى شكله بسيط يا مستر، H2O. تمام؟ حلو قوي الكلام ده. يعني انت عندك 2 اتومز من الهيدروجين وعندك اتوم من الاكسجين، صح كده؟ اه صح كده. طيب يعني نقول ايه؟ 2 تايمز 1، ما احنا عرفنا الهيدروجين بايه؟ ب 1. ماشي؟ بلس 16، لان احنا ما عندناش غير ايه؟ هي اتوم واحده بس من الاكسجين. تمام؟ 2 تايمز 1 بلس 16 خلاص ايكوال ايه؟ اي تي. وما تنساش اليونت اسمها جرام بير مول. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش مشاكل في الكلام ده. طيب خد لك مثال كمان، قال لك ايه؟ هات لي المولر ماس بتاعت السلفوريك اسيد. طب السلفوريك اسيد ده تعال نعملها هنا. السلفوريك اسيد ده ايه اصلا شكله عامل ازاي؟ H2SO4، ده الفورمولا بتاعته، صح كده؟ طيب تعالى بقى ايه؟ نفصلهم. يعني نقول ايه؟ يعني انت عندك كده 2 اتومز من الهيدروجين، وعندك اتوميه من السلفر، و4 اتومز من ايه؟ من الاكسجين. يعني هتقول لي ايه؟ يعني اقول لك هنا 2 تايمز 1 بلس 32 بلس 4 تايمز 16. تمام؟ جمع كله مع بعضه هتلاقي طلع معاك ايه؟ 98. وما تنساش اليونت بتاعتنا جرام بير مول. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله لا. طيب ندخل بقى لايه؟ ليه النمبر اوف مولز، ومحتاجين اصلا نفهم هو يعني ايه مول ده اصلا. المول ده عدى علينا كده حاجه كده بسيطه قوي في الانتجريتد ساينس، فايه المول ده اصلا؟ بشكل بسيط، انت لو عايز توزن مثلا وليكن القلم ده، تقول لي يا مستر انا وزنته طلع معايا ان هو 5 جرامز، 5 جرام. ماشي؟ طيب معنى كده ان اليونت بتاعت الويت او الماس كانت اسمها جرام،
وفي عندك كيلو جرام. تمام حلو. طيب وبعدين تيجي بقى ايه، مثلا انت عايز تقيس الطول بتاع حد، تقول لي يا مستر ده مثلا ده 170 سنتيمتر. ماشي تمام. او مثلا تقول لي متر و70 متر و70. ماشي. متر و70 دي اوكي برضه، يعني انت ممكن تقيس ايه بالمتر او بالسنتيمتر. ماشي حلو الكلام ده. طب انا دلوقتي بقى عندي ايه، عندي ماده كيميائيه كده، فانا عايز ادي لها وحده. اشمعنى يعني الحاجات دي لها وحدات والكيمياء لا يعني؟ فقال لك بس خلاص، احنا واحنا عايزين نتكلم على شويه اماونت اوف اي كيميكال كومباوند او اي حاجه زي كده. طيب فهنقول ايه بقى، بدل ما احنا نقول حاجه مثلا زي ما هنقول جرام او نقول سنتيمتر او اي حاجه زي كده، لا خلاص احنا لما نيجي نتكلم على كميه من اي ماتر، طب بالنسبه للكيمياء هنقول عليها ايه؟ نقول عليها مول. بمعنى ممكن اقول لك انا عندي 2 مولز اوف مثلا هيدروكلوريك اسيد، عندي مثلا 1.5 مول من مثلا صوديوم كربونات. ماشي. يبقى دي بالنسبه لك هي ايه؟ هي كميه الماده بس بالنسبه للكيمستري. تمام. يبقى المول دي ببساطه هي كميه الماده بس بالنسبه للكيمستري. دي اليونت الخاصه بالكيمستري. لو انت عايز تتكلم على حاجه ليها علاقه بكميه الماده فهي بنتكلم على ايه؟ على المول. اوكي كده. كده احنا وضحنا شويه بمعنى ايه فكره ايه المول دي، وعلى فكره ده ريسبون بالنسبه لك. اوكي. طيب تعالى بقى نشوف ايه الفكره بتاعته، ايه القانون بتاعه، نجيب ازاي النمبر اوف مولز دي. قال لك بص، انت عشان تجيب نمبر اوف مولز محتاج حاجتين، محتاج الماس بير جرام ومحتاج المولر ماس. الماس بير جرام في الاغلب هيبقى مديها لك. تمام. طب والمولر ماس ما سهله، ما انت لسه عارف بنجيبها ازاي، احنا لسه عاملين نحل فيها اهو. تمام. يبقى الموضوع بالنسبه لك هيكون بسيط ان شاء الله. طيب خلينا نشوف. تعالى ناخد ايه، ادي مثال معانا. يقول لك ايه، calculate the number of moles of water present in 36 جرام. يبقى هو كده مديك ايه، مديك اصلا الماس بير جرام، هو قال لك ان هو 36. تمام. طيب وعايز ايه، عايز نمبر اوف مولز. طب ماشي، مش احنا قلنا نمبر اوف مولز دي هتبقى عندنا الماس بير جرام على المولر ماس؟ اه اوكي. طب احنا محتاجين ايه، محتاجين كده المولر ماس. طيب الووتر اللي هي H2O، يعني نقول 2 times 1 بلس 16. تمام. بلس 16 تطلع معانا 18. وما تنساش اليونت بتاعتها جرام بير مول. وهنا بقى تعرف هي ليه جرام بير مول. ليه بقى؟ خبي كده المولر ماس، خبيها، هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك الماس بير جرام وايه؟ النمبر اوف مولز. النمبر اوف مولز هي بالمول. ماشي؟ والماس بير جرام بالجرام، فيبقى عندك ايه؟ تبقى كده جرام بير مول. تمام؟ عشان كده بنقول عليها جرام بير مول. طب خلاص جبنا المولر ماس ومعاك اصلا الماس بير جرام، تعرف نجيب النمبر اوف مولز. يبقى النمبر اوف مولز هت ايكوال معانا 36 بير 18 equal 2 moles. تمام؟ في مشكلة في الكلام ده؟ طيب يبقى ده كده بالنسبة لنا 2 moles اهو، ده خلاص عرفنا كده ايه number of moles. طيب ماشي. تعال نشوف example تاني. قال لك ايه؟ calculate the number of moles in 49 جرام of sulfuric acid. ماشي. نفس الكلام اللي عملناه في المثال اللي فوق هنعمله في المثال اللي تحت. اول حاجه محتاج اعرف اصلا المولر ماس بتاعت السلفوريك اسيد. السلفوريك اسيد ايه اصلا الشكل بتاعه عامل ازاي؟ H2SO4. يعني نقدر نقول 2 times 1 بتوع ال H، بعد كده بلس 32 بتاعت ال S، بعد كده بلس 4 times 16. كل الليله دي ايكوال ايه؟ كل الليله دي ايكوال 98. تمام. وما تنساش طبعا جرام بير مول. طيب انا عايز اصلا ايه؟ عايز النمبر اوف مولز. يبقى النمبر اوف مولز ايكوال ماس بير جرام اللي هي مديها لنا 49 على عندنا ايه ال 98 اللي هي بتاعت المولر ماس، تطلع معانا ايه؟ تطلع معانا هاف مول. تمام. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش. خد لك مثال كمان عشان الحبايب. قال لك ايه؟ عايز بقى الماس. هنا بقى عايز الماس بتاع ايه؟ 0.1 مول اوف صوديوم هيدروكسيد.
ماشي اوكي، يبقى الموضوع المره دي مختلف. طيب الموضوع المره دي مختلف ازاي؟ هو عايز الماس، طبعا ماس بير جرام مش المولر ماس. طيب الماس بير جرام نجيبها ازاي؟ ارجع ورا كده، لسه كنا بنتكلم عليها. الماس بير جرام لو انت عايز تجيبها يبقى هتضرب النمبر اوف مولز في المولر ماس، تمام؟ طيب هو مديك اصلا النمبر اوف مولز، ماشي؟ هو مديك النمبر اوف مولز، قال لك ايه؟ 0.1 مول. يبقى احنا فاضل معانا ايه؟ ان احنا نجيب المولر ماس ونضربهم في بعض، ماشي؟ طب المولر ماس بتاع الصوديوم هيدروكسيد، الصوديوم هيدروكسيد ده اللي هو كانت بالنسبه لنا NaOH، يعني نقول 23 بلس 16 بلس 1، تمام؟ ايكوال ايه؟ ايكوال 40 جرام بير مول، تمام؟ كده احنا جبنا ايه؟ المولر ماس. يبقى الماس بتاعت ال NaOH ايكوال 40 تايمز 0.1، ماشي؟ هتيكوال معانا 4 جرام. في مشكلة في الكلام ده؟ خلاص احنا كده جبنا الماس كمان، الدنيا سهلة. خد كمان مثال كمان، بيقول لك ايه؟ calculate the number of moles in 36 جرام of water، ماشي؟ طيب بسرعة كده، يبقى احنا عندنا ايه؟ عايز number of moles، والووتر احنا متفقين ان المولر ماس بتاعتها كانت 2 تايمز 1 بلس 16، يعني ايكوال 18 جرام بير مول، تمام كده؟ طيب يبقى احنا كده طالما احنا عايزين النمبر اوف مولز، يبقى هنعمل ايه؟ 36 على معانا كمان ال 18 ايكوال 2 مولز، تمام؟ في مشكلة في الكلام ده؟ طيب ناخد مثال كمان، قال لك ايه؟ calculate the molar mass، المرة دي هو عايز المولر ماس بتاعت الليد، ماشي؟ طيب بيقول لك ايه بقى؟ the mass of 0.2 mole of it equal 41.4 جرام، تمام؟ طيب يعني هو كده مدينا نمبر اوف مولز ومدينا الماس بير جرام، فاضل المولر ماس. يبقى من المثلث اللي احنا لسه كنا بنحل بيه، يبقى المولر ماس هتيكوال ايه؟ هيبقى عندنا الماس بير جرام على عندنا ايه؟ النمبر اوف مولز. طب تعالى نعمل اوكي. يبقى احنا بالنسبه لنا كده نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ان المولر ماس ايكوال عندنا الماس بير جرام 41.4 بير عندك 0.2 مولز ايكوال 207. طبعا ما تنساش جرام بير مول، تمام؟ ادي كده ايه؟ جبنا المولر ماس بتاعت الليد. طيب بص يا سيدي، عندك كمان سؤال بيقول لك ايه؟ What is the mass of aluminium in 306 جرام of aluminum oxide، ماشي؟ طيب خد بالك بقى من الموضوع ده. ايه بقى الموضوع ده؟ الموضوع هنا مختلف شويه، ليه؟ قال لك بص، كل الفكره في ايه؟ احنا محتاجين نعمل ايكويشن بسيطه صغيره كده. ايه هي بقى؟ قال لك بص، اول حاجه اكتب لي الالومنيوم اوكسايد ده اهو Al2O3، ماشي حلو. في كام الومنيوم اتوم فيه؟ والله يا مستر انا شايفه في 2 الومنيوم اتوم فيه، صح كده؟ صح كده. فراح قايلين هنا ايه؟ 2Al، جميل. طيب انا عايز اجيب ماس بير جرام، ماشي؟ طيب هو المول ده اعرفه منين؟ هتلاقيه جنب الكومباوند. طب هنا في جنبه حاجه؟ طالما مفيش جنبه حاجه يبقى هنا المولز بواحد، تمام؟ طيب بما ان المولز بواحد، لو احنا رجعنا تاني للمثلث بتاعنا كنا بنقول اصلا ايه؟ كنا بنقول عندنا هنا الماس بير جرام، وهنا عندك المولر ماس، وعندك هنا النمبر اوف مولز، صح كده؟ طيب فخد بالك بقى من الحاجه دي. دلوقتي هنا لو انت عندك المولز بواحد، مش معنى كده ان المولر ماس هتساوي الماس بير جرام. ازاي؟ يعني لو افترضنا مثلا انا عندي في كومباوند المولر ماس بتاعته ايكوال 200، ماشي؟ وسالتك الماس بير جرام هتساوي كام لو انت عندك المولز دي بواحد، فهتلاقيك بتقول لي ايه اصلا؟ هتقول 200 تايمز 1 ايكوال 200. فمعنى كده ان ال 200 بتاعت المولر ماس دي هتبقى هي 200 في الماس بير جرام، صح؟ تمام كده؟ فهنا لما انا اقول لك
ان عندك Al2O3 وعايز اجيب الماس بير جرام بتاعها وانت ما لقيتش جنبها نمبر اوف مولز، اعرف ان كده كده اللي انت هتجيبه كمولر ماس هو الماس بير جرام هنا اصلا. تمام؟ طيب فلو جيت عملتها هتقول عندك ايه؟ 2 تايمز 27 بلس 3 تايمز 16. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله لا. لو جيت حسبتها تطلع معاك 102. طبعا ايه؟ جرام زي ما اتفقنا. طب الناحيه الثانيه عندك كام مول؟ عندك هنا 2 مولز اهو، ماشي؟ فهتقول 2 تايمز 27، ماشي؟ 2 تايمز 27 ايكوال معانا 54 جرام. تمام لحد هنا؟ تمام لحد هنا. طب انا اصلا عايز ايه؟ انا عايز الماس بتاعت الالومنيوم بس في ايه؟ في 306 جرام اوف الومنيوم اوكسايد، صح كده؟ يعني هو بيقول لك في 306 جرام، في منهم كام جرام الومنيوم؟ طيب اعرفها منين؟ مش انت عندك الالومنيوم اوكسايد اهو؟ ماشي. هو قال لك انا عايز في ماس قد ايه؟ 306، صح كده؟ خلاص حط لي هنا 306 جرام، ماشي؟ ده كده بالنسبه لك unknown، مش عارفه، وده اصلا المطلوب. طب تعمل ايه بقى؟ في عندك حاجه كده اسمها ايه؟ يقول لك اسمها طرفين في وسطين، ماشي؟ يعني ايه الكلام ده اصلا؟ بص يا سيدي، شايف اللي جنبه ده؟ اللي جنب الانون اللي هو ده، ماشي؟ اضربه في اللي قدامه على اللي فوقيه. تمام؟ يبقى عندك ايه؟ الانون ده تبص على اللي جنبه تضربه في اللي قدامه على اللي فوقيه. فتعمل ايه؟ تروح قايل هنا كده مثلا، تروح قايل 306 في 54 على 102، تطلع معاك 162 جرام. اوكي؟ وكده احنا خلصنا السؤال ده اللي هو فيه فكره بسيطه يعني، ماشي؟ ده فيه فكره لطيفه شويه. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش اي مشاكل خالص. تمام؟ طيب نيجي بقى لايه؟ للبريدكت تيبل. ماشي؟ البريدكت تيبل احنا اوريدي هناخده الترم ده، ماشي؟ انا بس عايز افكرك بحاجات صغيره انت خدتها اوريدي في اعدادي. زي ايه؟ مثلا اولا بس احنا ايه؟ عايزين نفتكر كده اسامي الجروبس بتاعته، ماشي؟ فكان اول حاجه عندك ده كان اسمها 1A جروب، وده كان 2A. سيبك من اللي تحت ده وخلينا زي ما احنا على نفس الصف بتاعنا. تمام؟ هتيجي هنا تروح قايل ايه؟ 3A 4A 5A 6A 7A. تمام؟ والبريدكت تيبل بعد رقم 7 بيحصل له حاجه غريبه. لازم دايما بعد رقم 7 يحصل حاجه غريبه. تمام؟ فهنا ايه؟ 7A اللي بعدها تقول لي 8A، اقول لك لا. امال اسمها ايه؟ اسمها 0 جروب. تمام؟ طب ليه اسمها 0 جروب؟ اصل كل اللي فيها دي نوبل جازز او انرت جازز. تمام؟ طيب حلو قوي الكلام ده. ايه كمان؟ انزل تحت بقى، بس انت مش هتغير الرقم، انت هتغير الحرف. بمعنى 1A 2A 3 بس B، ماشي؟ 4B 5B 6B 7B، وبعد رقم 7 البريدكت تيبل بيحصل له حاجه غريبه. فهتلاقي عندك الجروبس دي ده وده وده اسمهم ال8 جروب. 8 بس، ما تقوليش 8 بي، اسمها ال8 جروب، وهتعرف ليه وقتها. تمام؟ طيب خلصنا ال8، ارجع بقى كمل من اول 1 بي 2 بي، نطلع فوق نبقى 3 ونكمل في الاي. يبقى طول ما احنا تحت هنا احنا في البي، احنا طلعنا فوق احنا في الاي. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش مشاكل خالص. طيب محتاج بقى اعرف حاجه كمان. ايه هي؟ كان عندك التو جروبس دول كان ليهم اسم، كان اسمهم ايه؟ كان اسمهم الاس بلوك. تمام؟ دول كان اسمهم الاس بلوك، ماشي؟ طيب وكان عندك الصفوف دي كلها كانت اسمها البي بلوك. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب وخد بالك من حاجه، لو انا كلمتك على الاليمنتس بتاعت الاس جروب والبي بلوك، الاس بلوك والبي بلوك ما عدا الزيرو جروب، يعني لحد هنا كده، لحد هنا كده اسمها representative elements، ماشي؟ وهتعرف يعني ايه وقتها. تمام؟ طيب نيجي بقى لايه؟ لتالت حاجه معانا، عندنا الجروب اللي في النص ده اسمه دي بلوك، ودول اسمهم main transition elements، وهنعرفها برضه لما نوصل لايه؟ لشابتر 3 ان شاء الله. تمام؟ يبقى دول اسمهم main transition elements اللي هي الدي بلوك. تمام؟ طيب
عندك اخر حاجه الجروبين اللي تحت لوحدهم دول اسمهم الاف بلوك. اول سيريس فيها اسمها اللانثينايدز، والسيريس اللي تحتها اسمها الاكتينايدز. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش اي مشاكل خالص. تمام؟ احنا كده خلصنا حصتنا، خدنا جزء كتاسيسي وخدنا جزء من اول ليسون عندك في ايه؟ في منهجك. اوكي؟ ان شاء الله الدنيا تكون بسيطه وسهله، وهنزل لكم تحت في الديسكربشن لينك الواتساب شانل بتاعتنا بتاعت كيمستري ثانيه ثانوي. اوكي؟ وفي عندك تحت رقم الواتساب، لو في عندك اي مشكله تقدر تبعت لنا، وان شاء الله نحلها لك ونساعدك فيها. ويا رب دايما تكونوا موفقين وتكون سنه حلوه عليكم ان شاء الله، وسلام.